المفضله بالنسبه له بدون ما انت تعمل اي شيء، وكانك انتجت المحتوى ده بلغته المحليه. فده هيوفر عليك مجهود كبير جدا 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 في الشغل. دي الحاجات او ده اللي انا كنت بشير ليه وانا برد على اسئلتي اللي قبل كده، ان على حسب الهدف بتاعك كصانع محتوى احنا بنبتدي نشوف ايه الجابس او ايه النقاط اللي احنا نقدر نساعد فيها صناع المحتوى والمواهب في المنطقه علشان يقدروا يوصلوا او يحققوا اهدافهم. جزء منها تحقيق ارباح، جزء منها معدلات وصول، جزء منها الانتشار والوصول العالميه وكسر الحواجز ما بين المناطق وما بين كمان البلدان والثقافات المختلفه واللغات. مش من المفترض في 2025 ولا في الوقت اللي احنا عايشين فيه في الوقت الحالي ان يكون اللغه ده بارير او حاجز للتواصل الانساني ما بين كل شعوب العالم. بموت فيكم. شكرا للحضور. يعني اهلا وسهلا فيكم. وطبعا يعني انا اعتقد يحتاج اي مقدمه او اي شيء، خلاص. هي يسرى ايقونه نجاح حبيبه قلبنا. احنا طبعا بنتكلم معاها اليوم عن موضوع يهم